انا مش بتكلم انك تعمل ده ارادي، لكن انت قعدت فتره طويله اتبرمجت على انك تفضل تضغط على الوجع وتركز عليه. لكن لو اخدت القرار ان انت تقدر تعمل ده، هتعرف تعمله بافكارك، باتجاهك. بالظبط، بيبقى هروب يا سماح. لكن لو تكونت النية بس النية للإرادة، إنك تتخلي عن الألم وعن الوجع وعن الحزن وعن إن أنا كوني مظلومة أو إن أنا مضطهدة أو إن كل حاجة عليا حتى لو ده حصل، وأنا ليه أخلي كل حاجة تيجي عليا؟ أقبل بالموقف ده أو بالصورة الحالية دي؟ لا، أنا ما أقبلش إن أنا يتعمل معايا كده، وما أقبلش إن ده يبقى شعوري. ساعتها بتعمل وقفة مع نفسك ووقفة مع كل حاجة حواليك. أول خطوة لما تعمل الوقفة دي مع نفسك، كل حاجة بعد كده هتعمل لك الوقفة دي. هتعمل حساب لمشاعرك اللي انت سايبها ومأهدرها للوجع وللضغط. مفيش حد بيكتسب احترام الآخرين إلا إذا كان بيحترم نفسه من جوه في العمق أولا. مفيش حد، الناس كلها مش هتعمل له حساب وتعمل لمزاجه حساب وتعمل لاحتياجاته حساب ولحدوده حساب لو هو ما عملش الحساب ده لنفسه أولا، وبطل يجي على نفسه باستمرار عشان إرضاء الآخر. مفيش حد عارف قيمته الداخلية من جوه، عارف كأنه إن ربنا خلقه ليه قيمة كبيرة على الأرض، سواء غيره معترف بده أو مش معترف بده. لو هو ما عرفش ده، مفيش حد يعمله القيمة دي. فأنت اللي لازم تعمل ده. لما بتعمل ده بتبقى تقيل ثابت، صعب إن حد يهزك، صعب إن حد يوجعك، صعب إن حد يقلل منك. لو أنا من جوايا مش قليل.